مرحبا، معكم روان. كيفكم يا احلى وردات؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم رجعت لكم فيديو جديد مثل ما قرأت بالعنوان. فيديو اليوم رح يكون عبارة عن اسئلة واجوبة. حطيت لكم هذه الصورة على الانستغرام وقلت لكم جايز اسألوني اي سؤال انتم حابين تعرفوا جوابه، وبهذا الفيديو ان شاء الله انا رح ابلش واجاوب على الاسئلة، ممكن لا فينا نقول معظمها المتكررة وهيك رح نجاوب عليها. قبل ما نبلش الفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد بينزل على قناتي، وكمان تابعوني على سناب شات، انستغرام والتيك توك، حتلاقوا كل الروابط موجودة تحت في صندوق الوصف. وقبل ما نبلش شوفوا المنظر بعدين بنبلش الفيديو. اوكي يا جماعة، اول سؤال جاني اللي هو كم عمرك؟ هذا السؤال سبق وجاوبت عليه بس رح ارجع اجاوب عليه للناس اللي جديدة عندي. يا جماعة انا عمري 17 سنة وحصير 18 سنة. يس، كتبولي انتو كم اعماركم ومن وين بتتابعوني. السؤال اللي بعده، انت وين عايشة؟ طبعا كلكم تعرفوا انه انا كنت عايشة في سلطنة عمان، بس صار لي 20 يوم انتقلنا نعيش في هولندا، وحياة جديدة ولغة جديدة ودنيا كلياتها جديدة، فادعوا لي ان شاء الله تكون الايام الجاي حلوه كثير. السؤال اللي بعده، كيف الثانويه؟ طبعا مثل ما بتعرفوا انه انا خريجه 2025 وكثير سالتوني انه كيف الثانويه معي وكيف عدت الفتره. الحمد لله كل شيء كان حلو تمام. اذا بتحبوا اعمل لكم فيديو كامل، لا مو اذا بتحبوا، اصلا انتم طلبتوا مني هذا الفيديو، فان شاء الله انتظروا لبين ما حتى اصور لكم هذا الفيديو وبنزل لكم اياه مع الايام الجاي، نصائح لطلاب الثانوي لحتى تستفيدوا، وهيك يعني احكي لكم اشياء ونصائح انتم حتستفادوا منها ان شاء الله. السؤال اللي بعده، هل كل عائلتك انتقلت إلى هولندا؟ طبعا يا جماعة انتوا إذا شفتوا فيديو مصر لما رحت على مصر زيارة، خبرتكم إنه عندي أخت عايشة في مصر، وأختي الثانية لساتها موجودة في سلطنة عمان، بس أنا وماما وبابا وأختي ريان وأخوي معاذ ومازن نحن كلياتنا موجودين هون بهولندا. سنة لك في عمان؟ كثير إجاني هذا السؤال. طبعا أنا صار لي 16 سنة في عمان، وحاليا أنا انتقلت لدولة ثانية، فهذا الشيء كثير مأثر فيني، وشو نسوي هيك الحياة. السؤال اللي بعده، شو مقررة تدرسي بالجامعة؟ طبعا بما انه انا خريجة هالسنة فكل حدا كثير عم يتكرر هذا السؤال، وانا انتقلت على دولة جديدة وهي دولة الجامعات فيها بتكون باللغة الهولندية، فاول سنتين انا رح استمر دراسة اللي هي دراسة اللغة الهولندية، وان شاء الله بعد هدول السنتين انا بعدها حابة اتخصص طب اسنان او طب اطفال، يعني شيء بتخصص الطب. فيا جماعة ادعوا لي كلياتكم انه اقدر ادرس شيء بتخصص الطب، لانه هذا حلمي من لما كنت صغيرة. السؤال اللي بعده والأكثر تكرارا، حرفيا أكثر تكرارا في كل مواقع السوشيال ميديا، فعم يسألوني إنه كم نسبتي؟ أنا يا جماعة نسبتي 91، هذا المتوسط، أما الفصل الثاني لحاله أنا جبت 95%. السؤال اللي بعده، هل بتفكري ترجعي زيارة إلى سوريا؟ طبعا يا جماعة أكيد كل حدا بحب يروح ويشوف بلده، فإن شاء الله مع الأيام إذا كان الوضع تمام ليش لا، إنه أكيد الواحد بحب يروح ويشوف بلده كزيارة. السؤال اللي بعده، شو السبب اللي خلاكي تسافري هولندا وتتركي مسقط متابعتك أتراب؟ حبيبتي أتراب كتير بحبك وشكرا انك بتتابعيني، وكل حدا بيتابعني انا بحبكم كلياتكم. شو السبب اللي خلاني اسافر لهولندا واترك مسقط؟ طبعا يا جماعة بما انه كلياتنا صرنا كبار وصار وقت انه نتخصص بالجامعة، فهولندا موفرت لنا فرص اكثر، يعني هون موجودة فرص اكثر نقدر ندرس فيها انا واخواتي. وين البلاد اللي انت حاليا ساكنة فيها وهل انت مرتاحة؟ يا جماعة انا حاليا انتقلت لحتى نبلش حياتنا بهولندا مثل ما خبرتكم بالاسئلة الماضية. هل انت مرتاحة فيها؟ طبعا الحمد لله، يعني البلد حلوة وما فيها شيء، بس انا لساتني يعني عم حاول انه اتأقلم اكثر على الوضع، وبعد فترة طويلة عشت فيها سلطنة عمان وجيت على بلد جديدة، هذا الشيء كثير صعب علي، وانتوا هذا الشيء انتم يمكن شايفينه سهل علي، بس هو ابدا مو مثل ما انتم متخيلين، بالعكس هذا الشيء كثير صعب. وطبعا يا جماعة انا بالليل دائما على فكرة ببكي، احيانا هيك بيخطر على بالي اني اقلب بالصور او بيطلع لي الذكريات طالعت لي في سناب شات، فهذا الشيء كثير بخليني ازعل، بس شو نسوي؟ ادعوا لي اتأقلم عن جد بسرعة وهيك. واكيد لازم نحاول انه نظاهر انه نحن قوايا، بس يمكن الواقع يكون عكس هذا الشيء. السؤال اللي بعده اللي هو، هل الكيمياء والرياضيات اصعب في الثاني عشر او الحادي عشر؟ اوكي، انا حخبركم انه انا في الثاني عشر جبت 100% بالرياضيات. اوكي، هذا اول شيء، في كتير دبان. اوكي، هذا الشيء اول مرة بحكيه على اليوتيوب. فانا بالنسبة لي الرياضيات
ما في اسهل من كنت اقول اصعب، بس ما في اسهل منه عن جد والله. انه بس انتوا اقنعوا حالكم انه انتوا بتحبوه، وصدقوني حيكون كتير سهل. وللكيمياء انا بشوف الثاني عشر اسهل بكتير من الحادي عشر، والاحياء كمان الثاني عشر اسهل بكتير من الحادي عشر. هاي وجهة نظري. تفكري ترجعي على سلطنة عمان؟ طبعا يا جماعة أكيد إن شاء الله رح أحاول قدر الإمكان إنه كل ما يكون عندنا فكانسة بالجامعة وهيك إني اللي هي إجازة أرجع لسلطنة عمان كل فترة، لأنه أنا صراحة ما فيني أتخلى عن بلدي الثاني. السؤال اللي بعده، هذا السؤال يمكن أغلب البنات ما بيحبوا يجاوبوا عنه، بس أنا رح أجاوب عنه وأكون صريحة معكم. أنا قبل فترة كان وزني 54 يا جماعة، بس لما جيت على هولندا وفترة الثاني عشر زدت فيها كتير ووزني 59. تخيلوا اني زدت 5 كيليات. فحاليا رح احاول قدر الامكان اني اسجل بجيم، اني اعمل اي شيء لحتى ارجع لوزني القديم، لانه انا عند انسانه ما بحب ابدا اني ازيد بالوزن. انا حاليا هدفي انه كمان اركز على وزني، وهي الاشياء كتير بتهمني. من هو الطاقة الإيجابية بالنسبة إلك؟ بصراحة بدون كذب أنا بالنسبة لي الطاقة الإيجابية هي أختي ريان قاعدة ورا الكاميرا. صح حرفيا يا جماعة أنا بالنسبة لي ريان يعني هي الطاقة الإيجابية لإلي. أنا بستمد قوتي منها. شيز ماي شيلة عن جد والله. يعني أنا مثلا حاليا رح أحكي لكم إنه عندي فوبيا من الكلاب. حاليا في كلب هونيك أنا خايفة منه، بس ريان دايما بتشجعني إنه ما أخاف، بتحاول تقويني بالأشياء اللي أنا عندي مخاوف منها، وبتعطيني قوة حرفيا مو مزح. هذا الشيء كتير بيعجبني فيها. I love you ريان. من وين انتي ومن اي محافظة انتي؟ احكي لكم شغلة، انه قبل فترة يعني بداية شهرتي طلعت عني اشاعات بشكل فظيع. مو اشاعات يعني، ناس صاروا يحكوا اشاعات فينا نقول صاروا يقولوا عني انه انا من الاردن، انا من عمان، انا من تركيا. يعني صاروا يطلعوا عني اشياء كتير من بلدان. يا جماعة انا من سوريا والنعم مني. المهم انا من سوريا تحديدا من حلب. ف يس تاكلوا باذنجان مجأجأ باللبن. على فكرة هاي باذنجان مجأجأ باللبن نحن ما بنقولها، طلعت عنا صيت ما بنعرف مين طالعه، بس نحن ما بنقول هيك، نحن بنقول متبل. صح هو الباذنجان مجأجأ في اللبن. شو سر الحلاوة كل يوم بتزيد أكتر؟ أوكي يا جماعة، طبعا سر الحلاوة هو الحمد لله يعني هيك الله خالقني، وشكرا لكم كتير انه بتعطوني طاقة ايجابية. على فكرة انا كمان باخذ طاقة ايجابية منكم انتم كمان، من كلامكم الحلو، مو بس من اختي ريان. فهذا الشيء كتير بحبكم. امنيتك من بعد دراسة 12 سنة؟ امنيتي انه تعبي ال 12 سنة او ال 14 سنة مع كي جي 1 وكي جي 2 انه ما يروح على الفاضي، وان شاء الله اكون يعني تعبت على حالي من الصغر لشيء استحقه في المستقبل. يعني اللي يكون يعني كيف احكي يا انه يكون الشيء اللي انا تعبت عليه من الصغر يستحق هذا التعب. بتدرسي في الجامعة أو خلاص بتبطلي دراسة؟ يا جماعة أنا انتقلت لبلد تاني لحتى كفي بدراستي الجامعية، فأكيد يعني نحن عنا شيء الدراسة شيء كتير مهم وشيء أساسي. فيس. السؤال اللي بعده واللي حابة أنصح كل إنسان، ركزوا معي. هل حسيتي إنه الأصدقاء الإيجابيين تأثيرهم عليكي أفضل في حياتك؟ طبعا يا جماعة رح أحكي لكم شغلة، الأصدقاء السلبيين صدقوني رح يقلبوا لكم حياتكم من طريقة إيجابية للسلبية. بينما إذا كانت حياتكم سلبية وعاشرتوا الأصدقاء الإيجابيين، صدقوني إذا كانت حياتكم أتعس حياة رح تنقلب حياتكم لأحسن حياة، مجرد يعني إنكم تكونوا مع ناس إيجابيين. وحتى إذا كنتوا مع ناس سلبيين حاولوا تبتعدوا عنهم، أو حاولوا إذا كنتوا معهم وما فيكم تتركوهم خلوا كلامهم ما يأثر فيكم. يعني خليكم انتوا ما تتغيروا أبدا، لا بالكلام السلبي بس بالإيجابي تغيروا عادي. شو كانت ردة فعلك على نتيجتك في الثاني عشر؟ أكيد يا جماعة لما شفت درجاتي بالثاني عشر أنا كنت حاسة حالي إنه أنا فخورة بحالي، وإنجاز كتير حلو إنه أنا كبنت في طالبة الثاني عشر جبت هذا المعدل. فهذا الشيء الحمد لله رب العالمين يعني كان كتير حلو. وأكيد يعني كل إنسان بيتعب رح يلاقي نتيجة بترضيه، وبما انه جبت نتيجة كتير حلوة الحمد لله بترضيني وبترضي عائلتي، حليتهم صراحة وجبت لهم شعبيات من هون من محل من دنهاخ. اوكي يا جماعة، هذا كان فيديو اليوم. اذا حبيتوا حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد بينزل على قناتي انا روان. وكمان انا بحب كتير لما انتم تنشروا فيديوهاتي وتخلوا العالم كلياتهم يتابعوني، بكون كتير فرحانة بهذا الشيء. فهذا كان فيديو اليوم، حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله على قناتي. وخبروني اذا بتحبوا هيك فيديوهات اكثر اصير اصور لكم اياها على الطبيعة. وبس انا بحبكم كتير كتير كتير، و باي باي.